السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض مسقعة مصرية خطيرة طعمها حلو قوي. اول حاجة هنقطع البطاطس والبتنجان مكعبات، طريقة سهلة وسريعة كده. وبعدين هنبدأ نحط حبة زيت، بعدين هنبدأ نجيب بصلاية ونفرمها، هنفرمها صغير علشان ما تبقاش طعمها واضح قوي او تبقى كبيرة في المسقعة. بعدين هبدأ احطها في الزيت واشوحها، ونحط عليها حبة صلصة ونقلب فيهم كلهم كده. بس كده، خلينا نركن الصلصة بالبصل دي شوية، ونبدأ نقلي البطاطس والبتنجان والفلفل. البطاطس والبتنجان بياخدوا وقت في التحمير، لكن الفلفل بيستوي بسرعة، فخدوا بالكم من النقطة دي. انا خلصت كده البطاطس، وبعدين بدأت اقلي البتنجان، وطبعا بتصفوا الكلام ده كله علشان ما يبقاش فيه زيت قوي. بس وصلنا للفلفل، هنبدأ نحمره، وزي ما قلت لكم ما بياخدش وقت، بنشويه على طول. وبعدين هنحطهم كلهم على بعض كده، وبعدين ممكن احط معلقة هريسة كده، حبة ملح وحبة فلفل اسود وحبة كزبرة. هنبدأ نقلب فيهم شوية، ممكن نحط معلقة او كوباية مية صغيرة، ونسيبها كده شوية. بس المسقعة خلصت بجد، طعمها حلو قوي، مش هتبطلوا اكل فيها. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.